ازيكم عاملين ايه؟ وانا قاعده كده افتكرت زمان قوي ان جدتي كانت بتعمل لنا فطير بالسكر كده سريع يعني. حاله سريع كده من غير ما يعني ما تاخد مجهود ولا اي حاجه. فكانت في بالي فقلت انا هتصل بماما اسالها. يا جدتي كانت بتعمل ايه الفطير ده؟ فقالت لي ده عبارة عن دقيق بشوية دقيق ومية وملح فقط لا غير. قلت لها بس كده؟ قالت لي اه بيتقلي في الزيت ومعاه شوية سمنة صغيرين عشان يدي طراوة، وبنحط له سكر وخلاص كده. انا استخدمت النهاردة كوبايتين دقيق، كوبايتين وعليهم شوية ملح فقط لا غير. يعني انا حتى ما حطيتش سكر في الوصفة بالرغم ان الوصفة دي هنرش عليها سكر. اوكي. طبعا نخلت الكوبايتين كويس قوي وهحط عليهم دي كوباية مية دافية. هحطهم بالتدريج. وعموما الكوبايتين خدوا معايا كوباية الا 3 معالق مية. يعني فضل في الكوباية 3 معالق. هقلب كده وهفضل هعجن فيها لمدة 10 دقايق لانها قالت لي لازم العجينة دي تبقى ناعمة جدا وطرية، طرية متماسكة. تفضلي تعجني فيها 10 دقايق. فانا عملت زي ما قالت لي ماما. والله يرحم جدتي فعلا الفطير ده فضل مسمع في الذاكرة عندي وفي دماغي، لانه كنت شايفاه احلى حاجة في الدنيا. يعني كانت سهلة قوي ان احنا نروح تقوم عاملة يعني ببساطة، ما كنتش بحس انها خدت وقت. ربنا يرحمها ويدي الصحة لأمي. وتعالوا كده نشوف بقى مع بعض احنا هنعمل الفطير ده. يعني اعذروني لو انا لان دي اول مرة، بصراحة اول مرة اعمل الطريقة دي. تعالوا معايا ونتابع الوصفة. خلاص انا لميت العجينة خالص وبقت طرية متماسكة مش ملزقة. هفضل اعجن فيها كده لمدة 10 دقايق عشان تبقى مطاطية، لازم تبقى مطاطية وسلسة كده وناعمة. ما يبقاش فيها اي تكتلات او حاجة. هغطيها بالبلاستيك راب كده واسيبها حوالي نص ساعة. هي مش فيها خميرة ولا حاجة، بس العجينة كل ما اتسابت وارتاحت بتدي نتيجة حلوة جدا. انا ريحتها خلاص. هطلعها وابتدي ان انا اقطعها. انا عملتها 7 كور. انتي ممكن يعني تعملي 6، ممكن تعملي 4 لو عايزاها كبير. لكن ال7 الحجم ده معقول يعني ممكن تعمليها 6 عشان تبقى إلى حد ما يبقى فيه تساوي في الموضوع. وهكورها واحطها يعني احط من فوق كده شوية زيت على وشها عشان ما تنشفش، وهريحها كمان 10 دقايق. دول 7. تمام، انتي ممكن تعملي 6 مثلا او تعملي 4 زي ما انتي عايزة. لكن انا شايفة ان 6 معقول جدا، و7 لو احنا عايزين فطاير صغيرة شوية. تمام. ما تنسيش انك لازم تحطي على الوش كده زيت عشان ما تنشفش، وكمان لان احنا هنفردها بالزيت مش بزبدة ولا بسمنة ولا اي حاجة. وعلى فكرة ده يختلف تماما عن المسمن بتاع اللي موجود في المغرب او اللي بيعملوه في المغرب. ده مختلف تماما تماما، يعني يمكن يكون الشكل زيه زيه بالظبط، بس ده حاجة تانية. خلاص انا كده ريحتها وابتدي اخد اول كورة انا كورتها. وهنزل على البلانشة بتاعتي او على السطح بتاعي بشوية زيت لان احنا هنفرد بالزيت. وحاولي انها تخليها رقيقة جدا وشفافة، لان احنا يعني هنسويها في الطاسة، مش هنحطها في فرن ولا حاجة. تمام. وكنت بركز قوي على الحروف والجوانب عشان اكتر حاجة بتبقى سميكة شوية. هجيب شوية سكر كده وارشهم في النص، شوية صغيرين مش كتير. ده سكر حبيبات عادي. وهبتدي اطبقها اعملها كده نص دايرة كده عاملة زي يعني نص دايرة مثلا.
انا لقيت البتاع متعباني ومش بتفرد العجينه كويس، فاستخدمت الرخامه طبعا وبتبقى اسهل بكتير. مش مهم القطع اللي انتوا شايفينه، مش مشكله، لان احنا هنطبق العجين ده ومش هيبقى باين اي حاجه. جبت شويه سكر صغيرين برضو، ما تكتريش بالسكر عشان ما يتحرقش جوه الزيت، ونطبقهم كلهم ونلفهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونركنهم على جنب. على فكرة السكر بيديها تماسك، تقدري تشيليها وتحطيها ما فيهاش اي مشكلة خالص. هنروح على الطاسة بتاعتنا، حطيت فيها شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي، وهنزل مجرد ما تسخن ههدي النار للوسط للنص كده، واحط الفطيرة بتاعتي وابتدي اعمل زي ما انتوا شايفين. هتديني فطيرة جميلة جدا جدا. على فكرة انا كنت عايزاها مقرمشة، ما كنتش عايزاها طرية، فابتديت اطلعها على الشبكة، يعني حطيتها على الشبكة. لكن لو انتي عايزاها طرية حطيهم فوق بعض، حطي بينهم سكر وحطيهم فوق بعض. تمام. تاني حاجة كنت عايزة اقولها لك، لما تستخدمي طاسة ما تستخدميش الاستانلس، هي دي كانت غلطة مني الاستانلس. استخدمي طاسة عادية ألمونيوم او اي حاجة، لان الاستانلس ده يعني مش نافعة معاها الفطيرة دي بصراحة. بس النتيجة كانت روعة بصراحة، ورجعتني للطفولة بتاعتي وقد ايه فعلا اترحمت على ستي، لانها عملت يعني حلا سريع جدا وسهل وبسيط وشهي جدا. على فكرة حلوة جدا، لما تاكليها بتحسي ان انتي بتاكلي فطير مشلتت بس فيه سكر. انا مش حاطه السكر كتير دلوقتي، لكن في النهايه انا بعد ما طلعته عشان انا عايزاه مقرمش رشيت عليه سكر بودر زي ما انتم شايفين كده. الطعم كان حكايه وجميل جدا جدا، وزي ما قلت لو انت عايزاه طري حطيهم فوق بعض وغطيها، لكن لو انت عايزاه مقرمش زي سيبيه زي ما هو كده. جبت السكر البودر بتاعي وهرش عليه من فوق، ما رشيتش للكل طبعا لان في اللي مش عندي مش بيحب السكر البودر كله، رشيت اللي من فوق، يعني حبوا ان هما ما تبقاش مسكرة قوي يعني. والنتيجة كانت هايلة. جربيه يوم ما تحتاري وتبقي عايزة تعملي حاجة لطيفة لولادك بسرعة، طلعي كوبايتين دقيق او كوباية واعملي لكل واحد فطيرة من دول، هتبقى تحفة وسهلة جدا وبالهنا والشفا. وما تنسوش تقولولي او تترحموا على جدتي وتقولوا الله يرحمها.